في المدينة القديمة في فاس. كان واحد المعلم علي، خياط معروف باليد الذهبية والسمعة النقية ديالو. نهار من النهارات جا عنده ولد صغير كيجري وبيدو خاتم دهم، وقال له: سيدي، هادشي ديال بايا ضاع منه، الا ما جبتو دابا غادي يضربني. المعلم علي خدا الخاتم، ولكن السؤال اللي وقف في بالو: علاش الخاتم رجع ليه هو بالضبط؟ هذه حكاية على الأمانة وعلى تمن السكوت والتوقيت الصحيح. المعلم علي كان كيخدم في دكان صغير حدا الجامع. الناس كتحبو حيتاش ما كانش غير كيخيط. كان كيسمع داك النهار دخلت عنده بنت صغيرة عمرها 9 سنين، زهرة، عينيها حمرين بالبكا. قال لها: مالك بنتي؟ قالت: بايا خدام في الميناء اليوم، طاحت ليه فلوس ديال الشهر كامل، خاصنا نخلصو الكرا. معلم عليه عطاها 200 درهم وقال لها: هادي سلفة حتى يفرج الله. ولكن زهرة رجعت ليه بعد 3 ايام وبيديها خاتم دهب قديم. قالت: بايا قالك بيع هادشي ورد فلوسك. المعلم علي كان عارف بلي الخاتم ديال صاحبه المرحوم الحاج إدريس اللي مات قبل 5 سنوات. فسول زهرة منين جابو باها تالت مات. انا بدا الشك، مشى سول في المينا، عرف بلي با زهرة خدام عند راجل غني، ولكن طردو حيت اتهموه بالسرقة. المعلم كان قدام 2 طرق: يبيع الخاتم ويسكت ويخلي البنت وباها ينجاو من الكرة، او يقلب على الحقيقة حتى ولا غادي يوجع الناس. مشى المعلم علي عند الراجل غني، قال له: هاد الخاتم ديالك صاحبي، واش بعتيه؟ الراجل تخلع وبغى يعطيه فلوس باش يسكت. المعلم عليه رفض وقال له: الامانه ما كتباعش. مشى للشرطه وحكى ليهم كل شيء، وتحققوا لقاو بلي الراجل الغني هو اللي سرق الخاتم. ولبسها لبات زهره. رجع الحق لبات زهره، تراجع ليه لخدمته. الخاتم رجع للدار حاج إدريس، ولقاو ولدو محتاجو باش يبيعو يعالج مراته. المعلم علي ما خدا حتى درهم. الناس سولو: علاش عيتي راسك؟ قال لهم: الا ضاع الحق في ضرب واحد غادي يضيع في المدينه كامله. الخاتم ما كانش ذهب، كان ميزان. من داك النهار اي واحد ضيع ليه شي حاجه في الدرب كيمشي عند دكان المعلم علي. وحتى دابا كاين ناس كبار كيجيو يسولو: سيدي علي، فين لقيت القوه باش تقول لا؟ كيضحك ويقول: فاش كنشوف بنت صغيره كتبكي على 200 درهم كنفهم بلي الدنيا ماشي ديال الكبار بوحدهم. بالصدق والامانه ديال المعلم علي، نجا واحد السيد ورجع لخدمته ولا معين للعائله ديالو. الانسان ما خصوش يشبر، ما خصوش يلصقها في شي واحد اخر، خاص الانسان يؤدي الامانه. من بعد ما بان الحق، الخبر تفرق في الدرب كامل. النسا واقفين في البيبان كيقولوا: شفت المعلم عليه واقف في الوجه ديال الغني وما خافش. الشباب اللي كانوا كيضحكوا عليه حيت غير خياط بداو كيجيو عنده يطلبوا المشوره ديالو. حتى الولد الغني جا عنده سر وقال له: سيدي، علمني كيفاش نكون راجل بحالك. ولكن القصه ما سالاتش هنا. من بعد جا عنده الراجل الغني نفسه معاه صاك ديال 50,000 درهم. قال له: خودها وسكت ونسى كل شي. المعلم علي طال فيه، شعل الضو في الدكان ونوح بالصاك في الزبل، وقال: انا بعت يدي للخياطة ماشي لضميري. الا بعت الضمير مرة غادي نولي خياط بلا يدين. من داك النهار دو الناس حدا دكان ولوحة صغيرة مكتوب فيها: هنا كتخيط الامانة قبل القماش. المعلم علي ولا كيستقبل اي واحد ضيع عليه حقه، ما كياخدش فلوس، غير كيسمع وكيعطي النصيحة. ولما مات بعد سنين لقاو في الدرج ديالو غير هاد الجملة مكتوب: اليد اللي ما تسرقاش كتبني مدينة كاملة.